السلام عليكم. أخي المشاهد، احتراما لمجهوداتنا تكرم علينا باشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ومع الشكر. في الفيديو هذا عن اللاعبين اثنين: الياس الصخيري لاعب اف سي كون الألماني، الياس العاشوري لاعب فايبورغ الدنماركي. ولمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو للآخر. الياس الصخيري وكثرة الأقاويل، كل شخص يتحدث في حديث ويأكد ذلك، مرة في ميلان، مرة في إشبيلية، مرة في كريستال بالاس. كل شخص يحكي على كيفه، واحنا كحبان المنتخب يهمنا اختيار الياس الصغير والوجهة متاعه، واللاعب التو محدد او اختار فريقه المقبل. وحسب مصادر ألمانية، الياس الصغير سيحدد وجهته النهائية في وسط الأسبوع، ربما الأربعاء أو الخميس. وعندنا ثقة أنه باش يكون اختيار صعب. وانتظروا منا فيديو نخبركم في عروجة اللاعب. ولاعبنا الثاني الياس العاشوري، لاعب متميز محترف في الدنمارك، تأتيه بعض العروض وتم رفضها من فريق فايبورغ. وحسب مدير النادي عروض ليست في مستوى اللاعب. واقع عرض من فريق كوبنهاجن الدنماركي، وقال في كلامه انه فما امكانيه كبيره نشوفوا الياس العاشوري في احد الانديه ما بين الدوريات الخمسه الكبرى، وامكانيه كبيره يكون في الدوري الانجليزي. ومع هذا كل ما فما شيء رسمي، وان شاء الله نشوفهم لاعبيتنا متالقين في الدوريات الكبرى، وهذا يعود بالفائده على المنتخب التونسي وفرح الجماهير التونسيه. في النهاية، هذا كل ما لدينا في الفيديو اليوم. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وكالعادة لايك وكومنتار تحفيزي واشتراك في القناة. والسلام عليكم.